من زمان هذا إحداق الفتن والتطول أهل الجرأة علي واستضعافهم إياي. اللهم اجعلني منك في عياذ منيع حرز حصين من جميع خلقك حتى تبلغني وأجلي معافى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغفر بها توبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا في القيامة على رؤوسنا وسجل بها موازين حسناتنا
وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون مرعون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته آمين. وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بما انطوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأورثنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا ما شاء الله وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاء إليك ونكتم به عليك إذ هو أعظم من أكرم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجوبنا عن المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نجب فلا تتركنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونحيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Piye nong wa? Piye nih Al-Fatihah? Al-Fatihah doa. Qiraatul burda yani Fatihah maktub hinak la. Mati. Al-Fatihah wa qiraatul burda ala ma nawahu al-Imam al-Busiri wa ala ma nawaina nahnu kullana anna Allah yunawwir qulubana wa walibana wa yassir umurana wa yakfi hawajana yunilana matalibana wa ala nidyanna Allah yarduk al-futu wal munawwar wal salah al-jasad wa tawbatan nasuh
وعلانية أن الله جعلنا من المقبلين والمقبولين برضا رب العالمين وأن الله يفرض علينا الإسلام والإيمان بلا ولم يعد كتيب ولا عدنان وعلانية أن الله يصلح النيات والمقاصد ويدخل نياتنا في نياتهم على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وإلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلم مزدت دمعا جرى من مغلة بدمي أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إظمي فما لعينيك إن قلت اكففا حمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر الباني والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالعلم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عددك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داء بمنحسم ما حطني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني اتحمت نصيح الشيب في عذلي والشيب عبأد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مجتهد فإن مرتي بالسوء ما تعرض من جالها بين الشعب والعرب ولا عادت من الفعل الجميل كرا ضيفي عام براسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أواكره كتمت سر بدالي منه بالكتب بل لي برد دماء من روايتها كما يراد دماء الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهب والناس كطفل يطعم شبعنا
تقيمه يا نفاتمي فسري هواه وهادر أن توليه من الهوى من ولا يصنع يسمي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي سألت المرعى فلا تسمي كما حسن لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدعنا ثم في دسمي ووشاد سائسة جوع ومن شبع فرب مغنطة شر من التهم واستغفر دمعة عين قد ابتلعت من المحال والزمرية الندم وخالف نفس وشيطان وسيما وإنهما محضاجة حفتهما ولا تطع منهما قسما ولا كمن فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسبا لحكمي أمرت غير لكن ما تمر به وما استغفرت فما قولي لك استقمي ولا تزود قبل الموت نافلة ولا أصلي سوى فرد ولا معصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى عين اشتقت قدم حضر من ورمي والشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف العدم وراودت الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم صلى الله عليه. وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام صلى الله عليه. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من الأدم. صلى الله عليه. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجام صلى الله عليه. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله عليه. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. صلى الله عليه. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. صلى الله عليه. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرام. صلى الله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم. صلى الله عليه. وواقفون لديه عند حدهم
من نقطة العلم أو من شكل الحكم الله فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارع النسم الله عليه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع مدعه النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم ينتحين بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نردب ولم ننهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعين من بعد صغيرة وتقل طرف من عمم كيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالعلوم فمبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه الشمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق النبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدعر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المجنون في صدف من بعد ني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربى الضم أعظمه توبى لمنتشق منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يا رسول الله ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهمين عبد مولده أنت بعنصره وإذ مهتدين منه ومهتسمين ومنتفى سبيل الفرس أنه قد انذروا بحلول للبعث والنقاب وبات إيوان فيه صل وسلم كشمل أصحابك غير مغتوم النار خامدة أنفاس الغالين عليه والنرسان العين بالسلمين والساسات غادت بحيراتها وارتارضها للغيظ في نظمي كان
سكنا وبالماء بالنار من ضرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما سطرا لما كتبت فروعها من بدء الخط باللقم مثل الغمامة أن صار سائرة تكيه حر وتيس للحجير حمي أقسمت بالقمر المنسك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمين فالصدق في الغار والصديق لم يرمه وهم يقولون ما بالغار من ألم ظن الحمام وظن الأنكبوت على خير البرية لم تنشد ولم تهم وقاية الله أغمد عن مضاعفة من الدروء وأن آل من العتم ما ثامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا من حلام يضمي ولا التمست غنى الدارين من يده
إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوعي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مهتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت واسبا باللمس راحته وأطلقت عاربا من ربكة اللمم أحيط السنة السغباء دعوته حتى حكت غرة في العصر الضخم بعارض جاد أو خلط البطاء بها شيبا من اليم أو سيلا من الأرم مولاي صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفها ظهورنا
تتلوها خفة من حر نار الأضاء قد فتح الأضاء من وردها الشبيب كأنها الحضور من العصاة وقد جاءوه كالهمم كالصراط وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يقم تجاهلا وهو عارف الحديق البارد وقد تنكر العين الشمس نورا ينكر الفم طعم الماء بالسقم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون العينق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سار البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عين العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعي القلوب الإله
كفاك بالعلم معجزة بالجاهلية وتعذيب باللطف مولى مولى يصلي الله دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. خدمته بمديه أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. إذ قال دانيا ما تخشى عواكبه كانني به ما حج من النعم. أطعت غي السبا في الحالين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا حشرة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه. ومن يبي آجلا منه بعاجله يبي له الغبن في بيع وفي سلم. صلى الله عليه. إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصارم. صلى الله عليه. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. صلى الله عليه. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقلت يا زلة القدم. صلى الله عليه. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مداياه وجدت لخلاصي خير ملتزم. صلى الله عليه. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم. صلى الله عليه. ولم أرد زارة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على عرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأخطار ومحمد عربي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من زلات العالم
للدين كدائمة على النبي بمتحل ومستجيب وفرحت العذابات التي يريح صبا وعبرت لسهاد العيش بالنوامي ثم الرضا
النبي محمد صفوة البري وخيرته محمد ظاهر من سائر الربيع محمد طيب للغيب مضيء محمد على محمد قيموا الصلاة على النبي. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا مؤول الأحوال أول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا مؤول الأحوال أول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مؤول الأحوال أول حالنا إلى أحسن حال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وأحزابه وإترته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وامتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والبحر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. ثم في صحائف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمدة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف منشئ هذه البردة الشريفة سيد شرف الدين محمد البوصيري. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوجاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاتهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والصامين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما وعن بابك مترودا. وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسينا ومحسننا لعالمنا وعاملنا ومهدمنا. وهب اللهم جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله وأمتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا جانتين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة الفاتحة القبول بها كما جئت الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير أنام وبالمؤمنين يا قوي متين اكفي شر الظالمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. على
على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. الفاتحة الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمؤوذتين إلى روح من اجتمع. شريفة نور بنت إبراهيم من شهاب أن الله يغفر لهما ويرحمهما ويسكنهما الجنة برحمته، والدينا وليما خاصة وجميع أموات المسلمين عما ثبكم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم وبين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوصل وبلغ ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين إلى أرواح الأولياء والصالحين ثم إلى روح من اجتمعناها هنا بسببهما الحبيب عبد الباسط بن حمزة المساوى والشريفة النور بنت إبراهيم شهاب أن الله يغفر لهما ويرحمهما ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووليهما خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهما. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهم اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا ولهما وارحمنا وإياهما والدينا ووليهما واجعلنا وإياهما من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك. اللهم يا كريم أنزل في قبرهما الروح والريحان والفسأة والرضوان والبشارة والأمان في رفيع الجنان إنك كريم منان. اللهم اجمعنا وإياهما في دار كرامتك مستقر رحمتك وما حل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين آمين.
اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك عليم وأتم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Qabul. Sekali lagi pembacaan Fatihah untuk kesembuhan Dewi Anggarini binti Hasan Basri, putri Dian Ramadhani binti Sumidianto, dan Rania Adifa Wibawa binti Sapriya Wibawa, dan Sayyid Saleh bin Hashim Al-Hamid, dan juga selanjutnya untuk Muhammad Riza bin Taufik At-Tamimi Anallah, Aisyah binti Ahmad Al-Munawwar. dan juga untuk Aisyah binti Muhammad Al-Munawwar, Anallah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru ba'duh saqaman wala alaman ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنتفع بها المصلي والسامع والمستمع. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة بعظمة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة وبحق كل من قرأ الفاتحة. اللهم يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة وأمورنا ناجحة وتجارتنا رابحة. اللهم يا شافي أنت الشافي. اللهم يا شافي أنت الشافي اشفي مرضانا واشفي من أوصانا بدعاء اشفينا اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت القادر على طلباتنا تعلم حاجاتنا ونسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا وأمورهم ولما قضيت حاجاتنا وحاجاتهم ولما شفيت مرضانا ومرضاهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. معاشر الحبائب والأساتذة والحاضرين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita taufik wal hidayah untuk kita hadir, duduk berkumpul bersama-sama daripada rangkaian majelis Maulid Isyrin yang kita adakan. Kita berada di majelis Dalail Khairat. Mudah-mudahan hadirnya kita di ini tempat senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salawat teriringkan salam tak henti-hentinya kita curahkan buat orang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, junjungan Nabi agung kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti biasa
sebelum menginjak ke acara selanjutnya, Al-Faqir akan mengumumkan rangkaian Majelis Maulid Isyrin untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok yaitu malam Rabu, insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Masjid Kiai Marogan yang beralamat di Kertapati, belakang stasiun Kertapati. Kemudian untuk malam Kamis, insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qomar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kemudian untuk malam Jumat, insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Mushallah Al-Falah atau di Majlis Al-Falah asuhan Al-Ustadz Ridha bin Abdullah As-Segaf yang beralamat di Sungai Selincah, Kalidoni. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'idatul Hasanah yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Ustadz Al-Habib Hasan bin Abdul Muttalib bin Syahab. Namun sebelum itu seperti biasa, sebelum Mau'idatul Hasanah kita akan membacakan salawat doa yang kita hadiahkan untuk Habibana Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Syahab yang akan dipimpin oleh Sayyid Naufal bin Muhammad Ba'bud. Fa'alaikum falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واغفر وارحم عبدك الحبيب مهدي بن محمد شهاب واجمعنا به في جنتك مع سيد المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واغفر وارحم عبدك الحبيب مهدي بن محمد شهاب واجمعنا به في جنتك مع سيد المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واغفر وارحم عبدك الحبيب مهدي بن محمد شهاب واجمعنا به في جنتك مع سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وسدح لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإرحام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلمي وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك علما لدوني ومشرف صافي يا وهاب يا غني. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidzah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Wabil khusus di sini ada guru kita Buya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Kita doakan agar selalu dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini adalah Habib Umar bin Muhammad bin Syahab. Banyak lagi para habaib, ada ketua Rabitah Alawiyin yaitu Habib Abdul Rahman bin Hasan Al-Habsi, adalah Habib Sukri, Habib Hasim, Habib Agil, banyak. Dan tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan juga ada juga yaitu sesepuh kita Al-Habib Ali, Al-Habib Ali Al-Bin Hamid. Semoga kita doakan selalu panjang umur, sehat, dan juga istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita bisa menghadiri daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin daripada tanggal 1 Rabiul Awal sampai sekarang kita memuji Nabi kita Muhammad, dan kita membaca sejarah Nabi kita Muhammad, dan kita selalu mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan apa yang kita lakukan, insyaallah akan mendapatkan pandangan khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berusaha daripada tanggal 1 Rabiul Awal sampai sekarang ingin mendapatkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad. Walaupun kita tidak bisa semuanya, yang minimal kita hadir pada saat ini yaitu semata-mata untuk menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang A'rabi yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Ini pertanyaan yang luar biasa yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya balik, apa yang engkau persiapkan? Ma'adat alaik, apa yang engkau siapkan wahai fulan? Maka Arabi tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya melaksanakan salat, dan aku tidak memperbanyak dengan mungkin aku puasa atau sedekah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya." Ini subhanallah, perkataan daripada Arabi tersebut menyentuh hati Nabi kita Muhammad. Kata Rasul SAW, "Anta ma'aman ahbabtah." Engkau akan berkumpul bersama engkau yang dicintai. Nah insyaallah kita pada saat ini dari tanggal 1 selalu kita memuji Nabi Muhammad, selalu membaca sejarah Nabi kita Muhammad. Insyaallah di dalam hati kita maka termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada seseorang pemuda satu orang yang bernama yaitu Thaha ibnu Barrah. Seorang pemuda ini luar biasa cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ngomong, "Ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau wahai Rasulullah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda yang kecil tersebut yaitu Thaha ibnu Barrah, katanya, "Kau benar-benar cinta kepada aku?" katanya. "Naam ya Rasulullah, sekarang ini engkau bunuh ayahmu," katanya.
engkau sekarang ini engkau bunuh ayahmu dan bawa ke tempatku. Maka anak tersebut dengan sungguh-sungguh ingin mendapatkan cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung pergi untuk membunuh daripada ayahnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dia berjalan dipanggil oleh Akbir, kata Rasulullah, "Enggak, datang sini," katanya. "Kenapa?" katanya. "Enggak, aku cuma untuk menguji engkau. Aku diutus bukan untuk memutuskan silaturahmi." Subhanallah, cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Sampai ketika wafat, pemuda tersebut ingin wafat, maka dalam keadaan sakit Rasulullah tahan. Dengan cintanya Rasulullah datang dari kota Mekah sampai di luar kota Mekah. Dengan keadaan pada zaman tersebut dinginnya luar biasa, maka Rasulullah berjalan menemui daripada Tolha tersebut. Subhanallah, kata Rasulullah ngomong dengan abahnya dan ibunya, katanya Tolha ini tidak akan lama lagi katanya. Tapi kalau seandainya dia meninggal, katanya panggil aku, katanya. Panggil aku dan aku ingin mengikuti daripada jenazahnya dan aku sempat untuk ikut di dalam perkuburan. Maka di dalam pertengahan Rasulullah pulang, kemudian Tolha tersebut terbangun. Katanya ada kayak tamu datang tadi, ada katanya Rasulullah. Ngapa Tolha tersebut ngomong, "Wahai ayahku, kalau seandainya aku meninggal," katanya, "jangan engkau kabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kata bapaknya tadi Rasulullah ingin minta kabarkan, tapi kenapa engkau tidak mau dikabarkan? Karena aku tidak mau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di perjalanan, makanya akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy tersebut. Saking perhatian ketika meninggal, perhatian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan seseorang sahabat Rasul SAW, cintanya itu luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga diceritakan, yaitu Suhail ibnu Sinah al-Bayumi. Ketika hijrah mau ke kota Madinah, Suhail yaitu seorang saudagar yang kaya, yang luar biasa, mempunyai kebun yang luas. Ketika Suhail tersebut ingin hijrah ke kota Madinah, maka Suhail itu dicadang, ditahan oleh orang kafir Quraisy tersebut. "Wahai Suhail, mau kemana engkau?" "Aku mau hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka Suhail tersebut, "Kau tidak akan boleh keluar dari kota Mekah tersebut." Kata Suhailnya, "Ini aku seorang tujar, aku seorang kaya," katanya. "Aku punya rumah dan aku punya kebun, aku punya seluruhnya, untuk engkau ambil semuanya. Izinkan aku untuk berhijrah kepada Nabi kita Muhammad SAW." Katanya hidupnya hampa kalau tidak melihat Nabi kita Muhammad SAW. Ini luar biasa cintanya sahabat, yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka di dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dari awal kita ikuti sampai sekarang, maka minimal kita bisa mendapatkan satu cerita, yang mana cerita tersebut untuk membangkitkan kita semangat untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Banyak sahabat Rasulullah SAW kalau kita perhatikan, seperti yaitu salah satu sering kita baca qasidah yang kita lakukan, yaitu dengan ini sudah zaman dahulu sudah memuji Nabi kita Muhammad SAW. Seperti pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas ibnu Abdul Muttalib, itu memuji Nabi Muhammad. Ketika memuji, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memuji engkau wahai Muhammad." Maka kata Rasulullah, "Pujilah aku," kata Rasulullah. Maka setelah memuji Rasulullah SAW, Rasulullah senang dengan pujian daripada tersebut, karena Rasulullah mendoakan Abbas bin Abdul Muttalib. Maka dengan doanya Rasulullah, Abbas tersebut giginya yaitu tidak ada satupun yang rusak sampai dia meninggal. Kenapa? Karena mulutnya selalu muji Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, insyaallah setiap hari kita memuji Nabi Muhammad, setiap hari kita selalu membaca sirah Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah kita akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh sahabat, juga kita akan dapatkan sebagaimana dengan tulus dalam hati kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu sekarang bagaimana caranya untuk kita benar-benar cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW? Sampai dikatakan oleh ba'dum ulama,
Nggak usah banyak-banyak kita cinta, yaitu dengan 3 perkara dikatakan oleh ulama. Yang pertama yaitu yahtar majalisul habibi ala majalisul ghairihi. Yahtar ridha habibi ala ridha ghairihi. Yahtar kalam habibi ala kalam ghairihi. Dikatakan oleh ba'du ulama, ketika kita ingin membangkitkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yahtal kalam habibi ala kalam ghairihi, maka pilih perkataan atau yang disenangi kekasih kita dibandingkan kita senang dengan yang lain. Apa yang paling disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang membuat bangganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu min tilawatul Quran, yaitu perbanyailah kita untuk membaca Al-Quran. Minimal di dalam baca Al-Quran dalam 1 hari yaitu 10 ayat. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 10 ayat di dalam Al-Quran, lam taktub minal ghafilin, tidak akan dicatat kita orang-orang yang lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minimal kalau seandainya kita banyak, lebih bagus untuk kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran sedikit, otomatis langsung cinta kepada Nabi kita Muhammad. Tidak perlu kita mengikrarkan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah kita termasuk orang-orang yang pecinta daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua dikatakan oleh Nabi kita, oleh ba'du ulama, yahtar majalisul habibi ala majalisul ghairihi, maka senangi apa yang disenangi oleh Nabi kita Muhammad. Duduk dengan siapa yang paling disenangi oleh Nabi kita Muhammad. Rasulullah paling senang duduk di dalam majlis ilmu. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, masih yafrahu qalbul habibu illa bitalabil ilmi. Hadal zaman, tidak ada yang sekarang ini yang bisa menyenangkan hati Nabi kita Muhammad di akhir zaman kecuali orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu, maka orang itulah yang bisa menyenangkan hati Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu, walaupun di dalam majlis maulid kita duduk, kemudian di mana-mana pun kita duduk setelahnya, maka hadir di dalam majlis ilmu. Karena dengan kita menghadiri majlis ilmu, insya Allah termasuk kita membuat bangga, membuat senang Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga dikatakan oleh ba'du ulama, yahtar ridha habibi ala ridha ghairihi, maka kita harus senang ridha apa yang kekasih kita senang, yaitu kita ikut senang dibandingkan kita senang kepada yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam paling senang dengan orang-orang yang telah menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minimal yang kita mampu untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah, yaitu daripada qabliyah, ba'diyah. Mungkin kita menghidupkan sholatul duha, witir, yang mungkin inilah yang kita bisa mendapatkan, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan ridho apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, maka ridho juga kita akan mendapatkan ridho daripada kekasih kita Nabi kita Muhammad. Dengan sunnah inilah yang akan membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani ma'il fil jannah. Wa fi riwayat dikatakan man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani ma'il fil jannah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia termasuk mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah dengan acara yang kita lakukan tiap malamnya, kita mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kita menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad, dan kita menghidupkan dari lagi majlis-majlis zikir, dan juga menghidupkan daripada tilawatul Quran, untuk semata-mata untuk mendapatkan redhanya Allah atas lisan Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah daripada yang singkat ini akan bisa bermanfaat bagi kita, dan juga semuanya bagi pribadi kita juga, untuk bermanfaat, untuk selalu berusaha mendapatkan kecintaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka yang sudah memiliki selebaran yang dibagikan, doa yang disusun oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina.
Saya membaca, semuanya mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوته أيدهم بقوته على اليهود المعتدين على اليهود المعتدين. يا رب دمر اليهود يا رب دمر اليهود الناكثين للعهود الناكثين للعهود وارسل عذابا دائما وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين على طغاة الظالمين. يا ربنا بالمصطفى يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء وآله أهل الوفاء. فرج بهم كروبنا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين وارحم جميع المسلمين. وبعلي المرتضى وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا جد يا إلهي بالرضا. وبخديجة الكبرى وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين ارحم صغار المؤمنين. وبفاطمة بنت الرسول وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول يا إلهي بالقبول. وبالحسن ثم الحسين وبالحسن ثم الحسين. سالت تبيد الظالمين سالك تبيد الظالمين. بهم يا ربنا بهم يا ربنا. سالت ترد حقنا سالك ترد حقنا. وما أضعنا من بلاد وما أضعنا من بلاد. يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. آمين يا الله آمين يا الله. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. يا رحمة الله إني خائف وجيل يا نعمة الله إني مفلس عني وليس لي عمل علقى العليم به سوى محبة عظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن جسماني وكن غناي الذي ما بعده فلك وكن فكاكيا من أغلال عصياني تهية صمد ورحمته ما غنت الغرق في أوراقي أغصاني عليك
halago 164 orang 4. Buat halago 164 orang 4.